بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اهلا بكم حبيباتي. النهارده ان شاء الله هننفذ طريقه عمل شنطه للموبايل، وان انت تقدري تحطي مع الموبايل اي حاجه انت عايزاها. دي الخروجات اللي هي القريبه ليكي، سهله وخفيفه، وده شكلها من الداخل واسعه، والغرزه بتاعتها جميله جدا وسهله ان شاء الله. لو مبتدئه كمان هتقدري تستخدميها اي نوع خيط، اهم حاجه الابره تكون مناسبه للخيط. اول خطوه نبتدي نعمل عقده البدايه، بنلف الابره لفه كامله كده علامه كروس. بعد كده باخد لفه خيط وبسحبها من الحلقه دي، ودي عقده البدايه. وبعد كده هبتدي ارتفع بسلسله بالشكل ده، بس بلف الخيط على الابره، بسحبه من الحلقه اللي على الابره، بيبقى معايا كده غرزة سلسلة، وابتدي اكرر نفس الخطوات لغرزة السلسلة بالطريقة دي لحد ما بوصل لمضاعفات رقم 2، وهنا هشتغل 20 سلسلة. طبعا لو انتي حابة تعملي لحاجة مثلا كفر لحاجة اكبر من اللي احنا بنشتغله، تقدري تزودي مقاس طول السلسلة لقاعدة الحاجة اللي انت عايزاها، سواء مثلا شنطة كبيرة شوية او لتابلت او كده. بتزودي عدد السلاسل لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه بمضاعفات رقم 2. دلوقتي انا خلاص اشتغلت 20 سلسلة بالشكل ده. هنبتدي نعمل ارتفاع بسلسلة واحدة بالطريقة دي كده، وعند السلسلة رقم 20 هنزل بالإبرة فيها كده، وابتدي اعمل غرزة حشو. غرزة بالطريقة دي كده عند السلسلة رقم 20 اسحب خيط واطلع بيه، بيتبقى معايا على الإبرة حلقتين، اسحب خيط من الحلقتين وبيبقى دي غرزة الحشو. وهمشي على كل فرع من فروع السلسلة بغرزة الحشو. الفرع اللي بعده بنزل نفس الخطوات بغرزة الحشو، بكمل. بكمل الخطوات دي لحد ما بوصل لنهاية السلسلة كلها على كل فرع من فروع. اشتغلت على كل الفرع بتاع فروع السلسلة بغرزة واحدة حشو زي ما حضراتكم شايفين. وصلت عند اخر حاجة، اخر سلسلة عندي هنزل فيها ب5 غرز حشو بالشكل ده، وده هيبقى الدوران بتاع القاعدة. ادي كده 1 في نفس المكان، 2، 3، 4، 5. وبعد كده اكمل على الجهة التانية بنفس خطوات الجهة الاولى، اللي هي عبارة عن واحدة حشو داخل كل فرع من فروع السلسلة الباقية للجهة التانية. يبقى هاجي على الفرع اللي بعده ونشتغل واحدة حشو. طبعا انا واخدة طرف الخيط معايا بحيث ان انا اثبته وفي نفس الوقت اخفيه. وانزل على الفرع اللي بعده برضو غرزة الحشو. فهنا هيبقى تكرار نفس خطوات الجهة الاولى بالظبط اللي احنا اشتغلناها هنا. الفرع اللي بعده واحدة، وهكذا لحد ما بوصل عند نهاية الدور كله. يبقى اكرر نفس الخطوات دي لحد ما اوصل لنهاية الدور. واحدة حشو لحد ما وصلت لنهاية الدور. نهاية الدور اللي هي اخر غرزة عندي هنا، اللي هي كانت لو نفتكر السلسلة اللي كانت رقم 20، هبتدي اعمل فيها 4 غرز حشو. ده يبقى الدوران تاني اللي هو رقم 2. كده 2 حشو، 3، 4. وعند الارتفاع اللي كان بسلسلة واحدة ده ابتدي اقفل فيه، لان هو هحتسبه ان هو
السلسلة رقم 5، اعتبره ان هو الغرزة حشو رقم 5، لان احنا هنا في الدوران الاول اشتغلنا 5 حشو. عند الدوران التاني اللي هو نهاية الدور اشتغلنا 4 حشو، وعندي الارتفاع بسلسلة واحدة بمثابة الحشو رقم 5، وابتدي اقفل عند رأس اللي هي السلسلة، واعمل منزلقة لغلق السطر بالشكل ده. ده بيكون شكلها. هنبتدي نرتفع بسلسلة واحدة، يبقى ده سطر تأسيسي، مش هقول ان هو رقم 1 ولا حاجة. السطر اللي جاي ده هو ده اللي هقول عليه الدور رقم 1. ليه؟ لاني انا هنا مش هشتغل في الدور رقم 2، مش هشتغل اي تزايد او تناقص زي ما اشتغلنا في الدورانات اللي هي ال5 حشوات. وهنشوف طبعا مع بعض اللي انا بقوله ده. هرتفع بسلسلة، وطبعا هنزل عند مش هنزل في المكان اللي انا ارتفعت فيه، ده ارتفاع بسلسلة ده بمثابة خلاص حشوة. وعند الحشوة رقم 2 دي هي هنزل فيها بغرزة حشو واحدة. فهبتدي احدد بالماركر اني عند الارتفاع رقم 1 اللي هو الارتفاع بالسلسلة اللي هو بمثابة حشوة واحدة، ده يبقى بداية الدور بتاعي. فانا هحط الماركر فيه كده علشان يبقى حضراتكم واخدين بالكم معايا. تمام. وانتي برضو لو بتشتغلي ومبتدئة او حاسة انك بتتلخبطي في بداية السطور، فاعملي معايا نفس الخطوات دي. بعد الارتفاع بسلسلة اشتغلت حشوة في الحشوة اللي بعدها، وحددت عند السلسلة بالماركر، وابتدي اكمل بقى شغلي عند الحشوة اللي جاية كمان تالية. انزل بواحدة حشو، واللي بعدها واحدة حشو، والغرزة اللي بعدها واحدة، نفس الخطوات. وهمشي الدور كله بواحدة واحدة واحدة بالطريقة دي، حتى عند الدوران برضو هشتغل واحدة، ولما هوصل عنده هوضحه لحضراتكم. كده عند الدوران الأول اللي هو ده اللي كان فيه 5 حشوات في سلسلة واحدة، هبتدي اشتغل في كل حشوة واحدة برضو واحدة، مش هعمل تزايد زي ما قلت لحضراتكم. كده اول حشوة قابلتني اشتغل فوقيها واحدة، واللي بعدها واحدة، واللي بعدها، واللي بعدها، واكمل الجهة التانية بنفس خطوات الجهة الاولى اللي هي برضو فوق كل حشوة واحدة. يبقى خدنا بالنا كده ان احنا ما عملناش ولا تزايد ولا تناقص لحد ما بوصل برضو لنهاية الدور بنفس الخطوات دي. هكمل على الجهة التانية ديل نفس اللي اشتغلته في الجهة الأولى. وصلت كده عند نهاية الدور. عند أو تاني دوران هيقابلني اللي هو كان في بداية الدور خالص، هكرر فيه نفس الخطوات اللي اشتغلناها هنا، اللي هي برضو زي ما انا ماشية الغرز كلها واحدة بس اهو. كل غرزة بتقابلك هتشتغلي واحدة بس. كده خلاص مش باقي معايا غير الارتفاع اللي احنا محددينه، اللي هو يعتبر الغرزة الحشو رقم 5 للدوران. هبتدي انزل فيه بمنزلقة لغلق الدور. تمام كده، واشيل الماركر وابتدي ارتفع بسلسلة بمثابة حشوة، واحط الماركر زي ما حطينا للدور اللي من شوية، وابتدي اشتغل الدور رقم 2 بنفس خطوات الدور رقم 1 اللي هو من غير تزايد ولا تناقص. طبعا عشان ده الدور اللي انا قافله عنده، ناخد بالنا كده ان احنا واقفين فين. مش هنزل هنا اشوف الحشوة اللي بعدها، هنزل عند الحشوة اللي بعدها وابتدي اعمل غرزة حشو بالشكل ده. يعني كده معايا الارتفاع بالسلسلة يعتبر حشوة واحد. عند الحشوة التانية هشتغل حشوة فوقيها، وكل ما تقابلني غرزة حشوة اشتغل واحدة زي الدور اللي فات بالظبط.
يبقى انا كده هكرر نفس خطوات الدور السابق اللي هي عبارة عن واحدة 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 لنهاية الدور. يبقى من بعد السطر التأسيسي اللي كان فيه الدوران اللي فيه تزايد ب5 حشوات، اشتغلت فوقيه دور حشو من غير تزايد ولا تناقص، وكمان الدور رقم 2 بنفس خطوات الدور رقم 1 اللي هو من غير تزايد ولا تناقص، وهكمل نفس تكرار السطر السابق. كده انا وصلت لنهاية الدور، وهبتدي عند مكان الماركر اللي هو كان بداية الدور خالص، بنزل على السلسلة مكان ما انا محددة بالماركر كده، وبقفل بمنزلقة. ولو نلاحظ هنا عشان ما عملناش في الدورين وكل ما هنطلع بالسطور هيوضح اكتر ان بدأ الشغل يلم معايا بالطريقة دي. كان الاول مفروض، دلوقتي بدأ يلم، وده طبعا طبيعي لان احنا عشان نقفل على نطلع بقى بالطول بتاع الموبايل او الشنطة اللي لو انت عايز تعملي شنطة ولا حاجة زي ما قلت لحضرتك. بس خلينا في اللي احنا بنقول عليه، برضو بكرر نفس السطرين اللي فاتوا لحد ما بوصل لعدد من السطور بالخطوات دي اللي انت حباها. انا هنا هشتغل شوية كمان بنفس الطريقة دي، عايزة يبقى كده بس براحتك، عايزة تزودي زي ما انا هزود شوية، مفيش اي مشكلة، فهزود السطور بنفس الخطوات وارجع لك. دلوقتي انا اشتغلت خلاص تكرار نفس الخطوات، وصل معايا العدد ل 1 2 3 4 5 سطور باللي هي من غير تزايد ولا تناقص طبعا. وعندي سطر التأسيسي اللي كان فيه الزاويات اللي من 5 حشوات. دلوقتي خلاص تقدري تزودي او تنقصي طبعا، دي حسب برضو رغبتك. وعند التحديد ما انا كده محددة خلصت السطر، وابتدي اقفل بمنزلقة. وتعالوا نشوف الغرزة الأساسية بتاعتنا. هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. بعد ما ارتفعنا ب3 سلاسل لفة خيط على الإبرة، وابتدي أسيب أول غرزة تقابلني الحشو، وهنزل على اللي بعدها بغرزة عمود بلفة واحدة بالطريقة دي. لفة خيط على الإبرة وبطلع بيها، لفة خيط وبسحبها من أول حلقتين وتاني حلقتين، وبكده عملنا غرزة عمود بلفة واحدة. بعد كده نبتدي نعمل شكل كروس للعمود، لفة خيط على الإبرة، وعند غرزة الحشو اللي احنا كنا مفوتينها دي هنزل فيها بغرزة عمود بلفة واحدة كده، لفة خيط بسحبها عادي من أول حلقتين وتاني حلقتين. يبقى احنا كده عملنا عمود عادي وعمود كروس. بعد كده هفوت برضو غرزة حشو وانزل على اللي بعدها بغرزة عمود، لفة خيط على الإبرة، هفوت غرزة الحشو اللي جاية وهنزل على اللي بعدها بغرزة عمود بلفة واحدة بنفس الطريقة اللي عملناها دلوقتي للكروس الأول. لفة خيط وهنزل بعمود بلفة واحدة عند الغرزة اللي احنا فوتينها دي بالشكل ده كده، وابتدي اطلع بيها بعمود بلفة واحدة شكل كروس. ده بيكون شكلها، وبكمل بنفس الخطوات دي. افوت غرزة حشو، انزل على اللي بعدها بغرزة عمود بلفة واحدة كده. انا بكرر نفس الخطوات مش اكتر. لفة خيط على الابرة، بنزل بعمود بلفة واحدة عند الحشوة اللي احنا كنا مفوتينها، بنزل فيها بغرزة عمود بلفة واحدة بالشكل ده. ده شكلها. بكمل بنفس الخطوات دي على كل السطر بنفس الطريقة. افوت غرزة وانزل على اللي بعدها، لفة خيط وانزل بحشو عند الغرزة اللي كنا مفوتينها للحشوة الاولى، وهكذا على السطر كله.
كده هنمشي بنفس الطريقة دي على كل الدور. وطبعا لما ارتفعنا في بداية الدور بسلسلة واحدة ب3 سلاسل، هحدده برضو عشان تبقوا معايا الخطوات كلها ان شاء الله تكون واضحة، اللي كان في بداية الدور خالص وبدأنا نشرح الشكل ده اهو. بكمل خطواتي لحد نهاية الدور اللي هي غرزة الكروس. كده انا وصلت لنهاية الدور بنفس الخطوات دي. اخر غرزة عندي اهي اتعملت، ما بقاش عندي غير الارتفاع اللي كان في بداية الدور اللي هو ب3 سلاسل اللي كنا محددينه بالماركر. بعد كده هاجي عند السلسلة رقم 3 دي وابتدي اعمل منزلقة لغلق السطر بالشكل ده، وهبتدي اعمل سلسلة واحدة وهننزل عند اول عمود هيقابلني. كل عمود من الاعمدة اللي اشتغلناها سواء كروس او عادية هننزل فيها بغرزة حشو واحدة بس بالطريقة دي. وعند الارتفاع اللي بسلسلة هنبتدي نحدد بداية الدور بتاعي بالماركر، وهنمشي زي ما قلنا كل غرزة عمود هنزل فيها بغرزة واحدة حشو. العمود اللي بعده واحدة حشو. كل غرزة حشو سوري كل غرزة عمود فيها واحدة حشو، وابتدي اكمل الخطوات دي على الدور كله لحد ما اوصل لنهاية الدور بنفس غرزة الحشو داخل كل غرزة عمود. كده مشيت الدور كله زي ما قلت لحضراتكم، داخل كل غرزة عمود اشتغلت غرزة واحدة حشو، واخر عمود هيقابلني اهو واحدة حشو. وكده ما بقاش فيه عندي غير الارتفاع اللي كان بسلسلة واحدة، وهنزل الارتفاع ده بسلسلة هنزل فيه بغرزة منزلقة لغلق السطر. بعد كده هطلع ب3 سلاسل 1 2 3، وهنكرر نفس خطوات السطر اللي كان فيه الكروس اللي هو لفة خيط على الإبرة، بس بأول غرزة للحشو بنزل على تاني واحدة بغرزة عمود بلفة واحدة زي ما اشتغلنا للدور اللي قبل ده. لفة خيط على الإبرة بنزل على الغرزة اللي فوتناها بغرزة الكروس عمود بلفة واحدة بالشكل ده، وهكذا بسيب غرزة حشو وبنزل على اللي بعدها زي ما اشتغلنا نفس خطوات السطر اللي قبل السابق. بنزل على اللي قبله وبعمل كروس، بسيب غرزة وبنزل على اللي بعدها بعمود نفس الخطوات اللي اشتغلناها هنا. تمام، بنزل على اللي قبل الغرزة اللي فوتها بغرزة عمود بلفة واحدة. وطبعا بنعلم اول بداية السطر بماركر عشان ما يحصلش اي لخبطة ولا حاجة لو حد مبتدئ. لو انت مش بتلخبطي مفيش مشكلة. هكمل بنفس الخطوات دي ونفس تكرار السطر اللي قبل السابق اللي هو ده، بفوض غرزة وانزل على اللي بعدها وهكذا لحد ما بوصل لنهاية الدور كله.
بشتغل كل الدور. دلوقتي انا خلصت، اشتغلت كده دورين من الغرزة اللي هي الكروس. هبتدي دلوقتي ادخل لون تاني. لو انت حابة تكملي الشنطة او الكفر اللي احنا بنشتغله لحد الاخر بنفس اللون، طبعا حسب رغبتك. حبيتي تضيفي لون تاني ولسه مبتدئة او عايزة تعرفي ازاي، خدي بالك بقى معايا في الخطوة دي. هبتدي اضيف لون تاني. انا وصلت لاخر غرزة معايا اهي. المفروض ان انا بنزل بمنزلقة هنا عند الارتفاع اللي ب3 سلاسل اللي احنا فيه الماركر ده. كنا بننزل هنا بناخد منزلقة لغلق السطر، ماشي. فالمفروض هسحب اللون اللي انا شغالة بيه لو انا هكمل بنفس اللون. لو انا هضيف لون تاني بقى مش هسحب بنفس اللون اللي معايا، هسحب اضافة اللون الجديد، وهعمل عقدة بداية الاول كده للون اللي هيتضاف بالشكل ده، واسحب عقدة البداية دي بمنزلقة كده، ان انا اسحبها من جميع الحلقات اللي معايا. وكده انا بدأت اضيف اللون الجديد، واسحب بقى طرف اللون السابق كويس قوي عشان اقفل على الشغل والحلقات، ما يبقاش الشغل سايب. وهو بص، لو انا رخي معايا كده الخيط لازم ان انا اشد الخيط السابق كويس بالشكل ده. تمام كده. وابتدي ارتفع عادي بسلسله واحده بقى، لان الخطوه اللي جايه المفروض ان هي هتبقى احنا زي ما شايفين السطور كانت عباره عن مره كروس ومره غرزه حشو، وهنا كروس، واللي جايه هتبقى غرزه حشو. هرتفع بسلسله واحده. هاخد معايا بقى الخيوط دي كلها كده واشتغل حواليها كويس عشان اثبت شغلي، وارتفع بسلسله واحده بالشكل ده. اشد جميع الخيوط كويس قوي عشان يبقى بداية الشغل بتاعي مظبوط. وابتدي انزل عند اول غرزة عمود هتقابلني بغرزة حشو، وانا واخدة معايا كل الخيوط بتاعتي عشان اثبتها، وفي نفس الوقت اداريها. وابتدي برضو احط الماركر كده عند الارتفاع اللي كان بسلسلة عشان اعرف ان هو ده كان بداية السطر بتاعي، عشان ما اتلخبطش في السطور. بس كده، واكمل شغلي عادي داخل كل عمود بشتغل غرزة الحشو زي ما احنا كنا ماشيين خطواتنا. كل غرزة حشو، وما احس ان الخيوط خلاص اتثبتت معايا بقدر اقصها بقى عادي خالص كده. بقى اقص بعد ما اشتغلت حواليها، اقصها بقى وانا مطمنه ان انا مثبتها كويس. بس كده خلاص بقى من اللون اللي هو اللي كنا شغالينه، واكمل شغلي باللون اللي انا ضفته، واكمل اهو غرزة الحشو لحد نهاية الدور كله عادي خالص. يعني الشغل الغرزة بتاعتنا عبارة عن سطرين بنكررهم لحد نهاية او المقاس المطلوب للكفر او الشنطة، لان هي تعتبر شنطة صغيرة وينفع تحط فيها موبايل، وتنفع ان هي كفر للموبايل نفسه، فاستخداماتها كتيرة. تمام، زي ما انا شرحت في بداية الفيديو، يعني انتي ممكن تعمليها لأي مقاس. هكمل بقى غرزة الحشو من نهاية السطر. كده انا كملت الدور كله باللون اللي انا ضفته، وصلت خلاص عندي هنا اخر غرزة اهي هشتغلها حشو للدور كله، ومش باقي عندي غير الارتفاع اللي كان بسلسلة واحدة واللي انا محدداه بماركر زي كل سطر عشان يبقى شغلي مظبوط اهو. طبعا احنا مش هنكون مضيقين اول الخطوة دي عشان تلاقي شغلك بقى وانت ضايفة الخيط هتلاقيه مظبوط جدا، بعد ما بيخلص تبقي مش عارفة هو اللون بادئ منين. تمام اهو كده. وهعمل منزلقة لغلق السطر بالشكل ده، وهرتفع ب3 سلاسل 2
3 وهنكرر الخطوات اللي هي السطر اللي كان فيه الأعمدة الكروس. كده ارتفاع ب3 سلاسل، لفة خيط. وطبعا زي ما كنا بنشتغل في الكروس كنا بنسيب غرزة حشو ونشتغل على اللي بعدها غرزة عمود، زي ما انا كنت ماشية خطواتي عادي خالص، لفة خيط وبرجع كروس على الغرزة اللي كانت متفوتة من الحشو وبنزل فيها بغرزة عمود كروس بالشكل ده كده. نظبط بس كده ان انا انزل عند العمود الحشوة كويس، لفة خيط وبنزل عند الحشوة السابقة بالشكل ده كده عمود كروس، واكمل عادي خطواتي واحط طبعا الماركر عشان نبقى انا متأكدة بداية السطر بادئة منين، واكمل افوت غرزة حشو انزل على اللي بعدها واعمل عمود، وبنزل بعد كده بعمود كروس عند الحشوة اللي انا كنت فوتاها، واكرر نفس خطواتي عادي خالص. وبكمل لحد ما بوصل لنهاية الدور بنفس الخطوات دي على الدور كله. دلوقتي انا اشتغلت 3 ادوار من غرزة العمود الكروس من اللون المضاف اللي هو البني. هبتدي ارجع للون الاساسي عندي اللي هو اللي كان في البداية ده بنفس الطريقة اللي انا ضفت فيها اللون البني، هكررها هي تاني بس للون اللي هو القديم برضو عند الارتفاع اللي كان ب3 سلاسل هنزل عنده عند السلسلة رقم 3، والمفروض هقفل بمنزلقة واسحب الخيط. لا، هسحب بقى الخيط اللي هو ايه اللي هضيفه زي ما شرحت هنا في بداية الدور في الاول خالص كده. هبتدي بقى اعمل برضو نفس الخطوات اللي انا عملتها لما ضفت اللون البني. هعمل عقدة بداية وبعدين اسحبها، مش هسحب بقى اللون اللي معايا اللي هو اللي شغالة فيه البني، لا اسحب بقى اللون اللي انا عايزة اضيفه بالشكل ده اللي هي من عقدة البداية، وابتدي اشد كل الخيوط زي ما عملنا في اللون اللي هو البني بالظبط. اي لون هتضيفيه هيبقى بنفس الخطوات دي. حبيتي برضو ان انت تغيري في الادوار والالوان، يعني ممكن تشتغلي سطر وسطر، سطر لون وسطر لون، كل لون مختلف، دي حسب انت برضو ايه وذوقك. وابتدي ارتفع بسلسلة بمثابة حشو، وابتدي انزل عند اول عمود هيقابلني بغرزة عمود، واخد معايا الخيوط كده عشان اثبتها كويس بالشكل ده. اشتغل من حواليها كده غرزة الحشو بنفس ما اشتغلت الخطوات، انا بس بكررها مع حضراتكم برضو عشان تبقى كل حاجة واضحة. وابتدي احدد الماركر عند اول السطر اللي هو الارتفاع اللي كان بسلسلة ده، اكمل غرزة الحشو داخل كل عمود عادي خالص زي ما اشتغلنا للسطور السابق. واول ما اتأكد ان انا الخيوط ثبتت معايا وبقت اقدر ان انا اقصها مش هيحصل اي مشاكل، اقصها عادي خالص اهو. اشتغلت فوقيها كده والخيوط الزيادة دي كلها ببتدي اقصها خلاص كده مش هحتاجها، واكمل بقى شغلي عادي خالص بغرزة الحشو لنهاية السطر، وبعد كده العمود اللي بكروس زي بقى تكرار السطور اللي هي اللي فاتت دي بالظبط. كده انا اشتغلت 4 ادوار من اللي هي الغرزة بتاعتنا للكروس زي الأربعة اللي اشتغلتهم هنا باللون البني. حابة طبعا زي ما قلت لحضراتكم عايزة تخليه لون ولون، سطر لون سطر لون، زي ما انت عايزة، دي بقى حسب ايه الحرية الشخصية. فأنا أول ما وصلت لمقاس الجراب أو اللي هو الموبايل أو أي حاجة انت عاملاها، هو يعتبر شنطة صغيرة يعني، وصلت للمقاس المظبوط خلاص. ابتدي بقى ايه اشتغل دور كمان
حشو زي يعني ادوار حشو كده بقى، زي اللي هي كانت في بداية السطر خالص دي. يعني هقفل كده زي ما كنا بنقفل عادي في بداية الدور، عند الارتفاع اللي ب3 سلاسل ده بنزل فيه وبعمل غرزة منزلقة وأعمل سلسلة ارتفاع بمثابة حشو، وعند كل عمود حشو بالشكل ده زي ما كنا شغالين. بس أنا هكرر بقى أدوار الحشو دي لحد ما يعني عايزة تعمليه دورين 3 4 حسب ما انت عايزة بقى طول الشنطة او طول الكفر اللي انت عاملاه. هو يعتبر كفر لموبايل، ويعتبر كمان شنطة لأي حاجة، لمصحف، لو انت مثلا رايحة مسجد او حاجة، يعني هو شنطة صغيرة. تمام. عايزة تعمليه ان هو يبقى التابلت زي ما طبعا شرحنا الكلام ده في الاول. فانا كده همشي بغرز الحشو لنهاية الدور، وكمان هكرر غرز الحشو دي زي اللي كنا شغالينها في بداية الكفر. تمام. كده انا اشتغلت 1 2 3 4 5 سطور غرزة حشو، وابتدي اقفل عند بداية الدور زي كل مرة عند الماركر، واعمل منزلقة بالشكل ده. كده انا خلصت الشكل الاساسي للجراب او الشنطة. طبعا عايزة تطلعي بطول اكتر من كده لمقاس حاجة تانية تقدري تعملي كده، يعني دي متعددة الافكار. يعني الفكرة الاساسية واحدة، تقدري تزودي لو عايزة حاجة عريضة بالسلسلة اللي بدأناها من السطر الاول اللي كانت من 20 سلسلة، عايزة تزودي لحاجة اكبر من كده، شنطة كبيرة شوية زي ما انت عايزة، وهتطلعي بالطول اللي انت عايزاه برضو. فانا كده شايفة ان طولها مناسب، وقفلت المنزلقة، وهعمل سلسلة نهائية لغلق السطر بالشكل ده، وأقص الخيط. دلوقتي أنا اشتغلت 5 سطور. أنا في السطر رقم 5 من غرزة الحشو. تقدري تخليهم سطرين 3 زي ما انت عايزة، تزودي عن كده زي ما انت عايزة. بس عند يعني أي جهة بقى منهم، سواء يعني أنا قربت أقفل مثلا الجهة اللي هي دي الوش أو الظهر، هاجي في الوسط كده وابتدي اعمل، عايزين وسط الشنطة نفسه كده. تمام. ازاي اجيب الوسط ده؟ ان انا ممكن اتنيها كده واعرف ان هي دي كده في الوسط. دي اول خطوة. تاني خطوة عشان اظبطها اكتر، هنعد اللي هي الغرز الكروس 1 2 3 4 5 6، من الجهة التانية 1 2 3 4 5 6. اذا الوسط ما بين ال6 وال6 هنا اهو. فهاجي عند غرزة الحشو وانا ماشية احاول اوسطن كده، ان انا ما بين ال6 الاولى، يعني اخر عمود هنا امشي عليه كده اللي هو انا واقفة فيه، ومن اللي هي الرقم 6 من الجهة التانية دي اللي هو من 1 2 3 4 5 6 من الجهة التانية برضو اول العمود، اخد بالي ان انا كده في الاول وفي التاني اهو كده، ده التاني وده الاول. هبتدي اطلع ب 14 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وعند الحشو اللي هيجي على طول ده اللي هو اللي المفروض انا واقفه هنا، فطبيعي ان غرزه الحشو اللي بعدها اهي هنزل فيها عادي خالص بغرزه حشو عادي خالص، واكمل بقيه السطر عادي خالص. اذا انا واكمل اهو كل غرزه حشو بنزل فيها بغرزه حشو عادي زي ما انا كنت ماشيه سطوري، بس انا عملت هنا القفله دي علشان ده اللي هنشوف دلوقتي بعد ما اخلص السطر، ان احنا لما نيجي نقفل الشنطه هيبقى ده القفل بتاعنا، اللي هو لما نيجي نتني كده ده القفل. فاحنا كده وسطناه، خليناه في الوسط.
واكمل عادي زي ما انا ماشيه الحشوات لحد نهايه السطر. هكملها مع حضراتكم اهي اهو، كل غرزه حشو زي ما انا ماشيه فوقيها واحده بس عادي خالص، مفيش اي حاجه تاني لحد ما بوصل لنهايه الدور كله. وهقفل اول ما اخلص كل الغرز بتاعتي عند بداية الدور اللي احنا محددين السلسلة اللي هي الارتفاع. الماركر بنشيله مكان الماركر على طول بننزل بغرزة حشو سوري منزلقة اللي هي بنسحبها من جميع الحلقات وسلسلة نهائية. وهقفل كده خلاص، هبتدي اقص الخيط. احنا كده خلصنا الشكل الاساسي للكفر او للشنطة الجميلة دي، ان شاء الله تعجبكم. قفلنا الخيط وعملنا سلسلة نهائية وابتدي بقى اداري واثبت في نفس الوقت اللي احنا قصيناه ده. يعني نجيب مثلا ابرة تنظيف او ابرة ارفع من اللي احنا شغالين بيها وبنسحب كده لجوه وناخد نسحب تاني لحد ما نحس ان احنا خلاص ثبتنا الخيط اللي هو طرف الخيط ده ان هو كده تمام ما يفكش خالص. ده كده شكلها. تعال نشوف الخطوة اللي بعد كده. كده حسيت اني خلاص ثبتت معايا تمام. ابتدي برضو ان انا اقفل كويس من جوه كده كأني برضو يعني للتثبيت كده. هحاول ان انا اثبتها كويس وبعد كده بقى ايه اقص الخيط براحتي عادي خالص. بس كده بص بقى طرف الخيط بعد ما انا اتأكدت انه اتثبت كويس نيجي كده نقفل. مثلا هنبتدي نعمل الشرشوبة الصغيرة دي سهلة جدا. هنلف طرف الخيط كده على صوابعنا بس هحاول افتح صوابعي شوية بعيدة عن بعضها يعني متبقاش قافلة قوي. وابتدي الف كده امسك طرف الخيط والف مرة بالشكل ده زي ما شايفين الصوابع مش ما تكونش لازقة في بعضها. 2 3 4 5 6 ممكن يبقوا 7 عادي 8 مفيش مشكلة. المهم ان انت تمسكي بقى الطرف بتاع الخيط كده وتقصيه. يعني انا زودت هنا خليتهم 8 كمان وطرف الخيط هقصه بالشكل ده ويبقى كده معايا الطرف ده ادخله داخل الحلقة كلها اللي هي بتاعت لفات الخيط اللي فاصلة ما بينهم كلهم بالشكل ده وربطت عليها. بحاول اظبط الشغل بتاعي والطرف التاني اللي كان في البداية برضو اهو كده. انا معايا طرفين خيط ناخد بالنا كده هاخد طرف منهم من الطرفين الخيط دول اللي احنا يعتبر ثبتناهم والفه حوالين الشرشوبة من فوق كده كذا لفة بالطريقة دي لحد ما احس ان انا ايه ثبتها كويس. وبعد كده ادخل الخيط في الحلقة الاخيرة واسحبها مثلا بابرة الكروشيه عادي مفيش مشكلة زي السنارة كده يعني بالطريقة دي كده ان انا بس اثبتها كويس كأني يعني ان انا اربطها يعني كويس بالطريقة دي. ومعايا كده الطرف اللي هو التاني هما كانوا طرفين طرف احنا ثبتناه بالشكل ده في الشرشوبة وربطناها والطرف التاني اللي على ايدي ده. وبعد كده امسك كل الخيوط دي واقص اطرافها وبعد كده الطرف اللي باقي معايا من الخيط هربطه في الحلقة اللي مشتغلينها سلسلة بالطريقة دي كده ربطة عادية خالص. هحاول كده اربطها كمان ربطة عشان اثبتها اكتر كمان. يعني حاولي بقى ان انتي تثبتي شغلك بلفتين 3 كده من الخيط وتسحبيه. هجيب ابرة التنظيف او ابرة خياطة عادي واحاول ان انا الضمها كده. بعد ما لضمت كده الابرة في الخيط هبتدي انزل ما بين الشرشوبة كده بالشكل ده بحيث ان انا اخفي بقى الخيط اللي باقي معايا وسط الشراشيب دي
وأثبتها كويس بالشكل ده كده. بس دي طريقتها، ده بيكون شكلها. دلوقتي نبتدي نعمل اليد بتاعت الشنطة. طريقتها سهلة جدا. نجيب الخيط بتاعنا كده، وهاجي هنا عندي جهتين جوانب للشنطة اهي، يمين وشمال. هاجي كده عند اما اجي اقفل الشنطة على بعضها كده اهو، هيبقى فيه غرزة قدامي تمام، وقصادها نفس الطريقة الجهة التانية. عند الغرزة اللي في الجنب دي هنزل عند الغرزة الحشو اللي قبلها كده، واسحب الخيط بتاعي بالطريقة دي، وابتدي انزل على الغرزة اللي بعدها بالشكل ده، واسحب غرزة منزلقة، واكمل على الغرزة رقم 3، وانزل برضو اسحب منزلقة بالطريقة دي بالشكل ده كده. يبقى انا كده معايا 3 غرز، والغرزة رقم 2 هي الوسط اللي احنا لما تنينا الشغل بالشكل ده. هبتدي اطلع بسلسلة 1 2 لحد ما اوصل للعدد اللي انا عايزاه. انا هعمل مثلا 100 سلسلة، تقدري تعملي 100 سلسلة او 200 زي ما انت عايزة، على حسب المقاس اللي يعني البنت اللي هتلبس الشنطة تمام. فدي طبعا حسب حريتي يعني حسب راحتك انت في مقاس اليد اللي انت عايزاها. فهتطلعي بالسلاسل بالشكل ده كده لحد المقاس اللي انت حباه، اللي انت شايفاه مناسب معاكي هو اللي انت هتقفي عنده بالشكل ده كده. طبعا غرزة السلسلة سهلة جدا اهي، وبرضو اشرحها معاكم. لفة خيط اسحبها من الحلقة اللي على الابرة، وهكذا لحد ما نوصل للطول المناسب كده. انا طلعت بالسلاسل للطول اللي انا شايفاه مناسب بالنسبة لي. اول ما توصلي للطول اللي انت عايزاه، هنيجي بقى للجانب التاني كده، وانا باتجاه نفس عدلة ابرتي والغرز بتاعتي باتجاه كل حاجة. هيجي بقى عند الجانب اللي هو على اليمين اللي احنا هنشتغل بقى المقابل ليه ده. برضو هظبط الشغل كده زي ما تنينا الشغل من الجهة دي واشتغلنا، برضو نفس الكلام هنعمله هنا. نتني الشغل كده قصاد بعضه اهو كده، وهاجي برضو عند الجزء اللي هو اللي في الطرف ده خالص، اللي هي او الغرزة اللي في الطرف دي، هاجي عند اللي قبلها زي ما اشتغلنا الجهة الاولى. هاجي عند اللي قبلها وانزل بغرزة منزلقة، وعند الغرزة رقم 2 اللي هي الطرف برضو منزلقة، والغرزة اللي بعدها رقم 3 منزلقة بالشكل ده. وبعد كده ابتدي اطلع بقى بالشغل بتاعي، اعدل كده الابرة والخيط وكل حاجة، وهنيجي عند السلسلة بتاعتنا. ابتدي اعدل السلسلة كده، وابتدي عند اول سلسلة هروح عند الاول هبتدي اعمل سلسلة بس هنا واحدة، واروح عند اول سلسلة من سلاسل اليد، والف الخيط كده على الابرة، وهنزل عند اول سلسلة لليد بالشكل ده. انزل بالابرة واسحب خيط معايا واطلع بيه كاني هعمل غرزة عمود بلفة واحدة، ولكن هسيبها على الابرة بالشكل ده. لفة خيط وبنزل المرة التانية بنفس الحلقة بتاعت سلسلة اليد، واسحب الخيط واطلع بيه بنفس الطريقة المرة التانية. لفة خيط وبنزل المرة التالتة بنفس الحلقة بتاعت سلسلة اليد، واطلع بالخيط كده. انا معايا 3 مرات نزلت بيهم وطلعت بالخيط بالإبرة، ولفيت الخيط على الإبرة بالشكل ده. والحلقة الأساسية اللي اوريدي على الإبرة من البداية تعتبر دي رقم 4، وهاخد لفة خيط بالطريقة دي وأسحبها منهم كلهم بالشكل ده تمام كده. بعدين السلسلة اللي بعدها على طول بنزل فيها كده وبعمل منزلقة، يعني السلسلة اللي بسحبها دي هاخدها كمان من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده كده.
بعد كده السلسلة اللي بعدها هنزل فيها بغرزة منزلقة بغرزة حشو بالشكل ده، ولفة خيط على الإبرة، وهنزل على السلسلة اللي بعدها واشتغل فيها عدد 3 سلاسل زي اللي اشتغلناهم، 3 أعمدة اللي هي غير متكاملين دول هنكررها هنا. 1 2 3 لفة خيط وبسحبها من جميع الغرز اللي على الإبرة بالشكل ده. وبعد كده هاجي عند غرزة السلسلة اللي بعدها وهنزل فيها بمنزلقة بالطريقة دي، واللي بعدها هنزل فيها بغرزة حشو، وبعد كده لفة خيط على الإبرة، وهيجي عند السلسلة اللي بعدها واشتغل فيها ال3 أعمدة الغير متكاملين. 1 2 3 واسحب منهم كلهم، وعند الغرزة اللي بعدها للسلسلة بنزل واسحب منزلقة بالشكل ده، واكمل الغرزة اللي بعدها تبقى حشو، لفة خيط وابتدي اشتغل الغرزة اللي بعدها 3 أعمدة غير متكاملين. 1 2 بنفس المكان، 3 واسحب الخيط منهم كلهم، وهنزل هنا بمنزلقة واسحب الخيط بالشكل ده. ده بيكون شكلها، دي شكل اليد بتاعتنا اهي، الجزء اللي احنا اشتغلناه. وهكمل بنفس الخطوات دي لحد نهاية السلسلة كلها اللي احنا اشتغلناها دي. كده اشتغلت السلسلة كلها بنفس الخطوات اهي لحد ما وصلت لنهاية السلسلة، وعند اخر غرزة هتقابلك للسلسلة عادي خالص هتكملي تنزلي ب3 مرات أعمدة غير متكاملة بالشكل ده. بقفل، وهنا بقى هقفل فين؟ عندي طبعا كنا اشتغلنا على الجانب الأول 1 2 3 واحنا طالعين اصلا من عند السلسلة رقم 3، فكده خلاص هقفل عند الغرزة رقم 2 اللي هي في الجانب خالص، اللي هي على الجانب من فوق هنا ده اللي هي رقم 2. هنزل فيها كده على رأسها كده بالشكل ده، وابتدي اعمل منزلقة، وعلى الغرزة اللي بعدها كمان اللي هي رقم 1 في الأول منزلقة، وأعمل سلسلة نهائية، وخلاص كده هقفل السطر بتاعي كله بالطريقة دي. ده كده شكلها اهو، شغل جميل جدا ومظبوط خالص. هنا الجهة التانية اهي، دي الغرز بتاعتنا قد ايه شكلها جميل قوي، يد جميلة جدا وسهلة متاخدش وقت معاكي خالص. واي خيوط زيادة نبتدي ان احنا نثبتها وكمان نداريها، بحيث ان احنا لما نيجي نقص اي خيوط زيادة ما يفكش معاكي الشغل ابدا. كده بنسحبها من بين الغرز، سواء إبرة تنظيف إبرة مقاسها أصغر حسب المتوفر معاكي طبعا. بس كده أي خيوط زيادة بتشيليها يعني مش حاجة. ده شكلها النهائي اهو، سهلة جدا. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، واليد قد ايه جميلة قوي، شكلها حلو قوي في اللبس. مقاس اليد زي ما قلت لحضراتكم تقدري ان انت تعملي اي مقاس انت عايزاه، تطولي اكتر من كده او تصغري، فتمشي نفس الخطوات بتاعتك. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير ان شاء الله.